بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، مرحبا بكم. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. وصفتنا اليوم هي محشي اللوبيا الخضراء، طبق هايل ويجي بزاف بنين، يستاهل تجربة. عندي لهنا اللوبيا الخضراء، نقيتها مليح وغسلتها ونخليها هكذا طويلة. ندير لها شوية ملح ونفورها في مرميطة، ندير شوية زيت شوية زبدة ونحط اللحم تاعي يتقلى. تقدري ديريها بالدجاج، ونزيد البصلة والثوم مرابيين، نقليهم مليح حتى تذوب البصلة. دوك نتبلهم، ندير الملح، الكزبر، فلفل الكحل، راس الحانوت، زنجبيل والكركم. نقليهم مليح ونمرق بالماء السخون ونخلي اللحم يطيب. عندي لهنا لا فياند هاشي، ندير لها المعدنوس، البصلة والثوم، وندير لها لي ميم زيبيس اللي درتهم في البرمة. ندير لها 2 مغارف شابولور ونلمها بالبيض. البيض يقعد على حساب كمية لا فياند هاشي اللي عندك، نزيد البيض غير بشوي ونلم. هاي اللوبيا الخضراء لهنا بعد ما فورتها خليتها حتى بردت. نجيب ورق الطهي، ندير فيه كمية من لا فياند هاشي، نبسطها هكذا بالملعقة تجي على شكل مستطيل، ندهنها بالبيض الابيض. نجيب حزمة من اللوبيا الخضراء تاعي نحطها هنا في الوسط، ونحي الزوائد اللي تجيو منه، من لازم اللوبيا تجي قد ونلم عليها لا فياند هاشي كيما موضح في الفيديو. وهاي الحبة تاعي واجدة. وهذو لي الشيت اللي نحيتهم من اللوبيا مش راح نطيشهم، نقطعهم هكذا مليح ونخلطهم على فياند هاشي وندير بهم دي بولات. دوك نجي نلوحهم في اللاصوص ونخليهم يطيبوا. بعد ما يطيبوا نحمرهم في شوية زبدة. طاجين اللوبيا الخضراء تاعي راهو جاهز، هاو امامكم، جا هايل ويشهي. شهيتكم في الجنة ان شاء الله. درت معاه مطلوع، تلقاو الرابط تاعو في صندوق الوصف. نتمنى ينال إعجابكم. صحة فطوركم، صحة صيامكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.